قبل أن يصبح رئيساً كان جون فيتزجيرالد كينيدي سيناتوراً شاباً يتحلى بالشجاعة. وفي أمريكا ما زالت متحالفة مع فرنسا الاستعمارية، كان من القلائل الذين دافعوا علناً عن استقلال الجزائر. عام 1957 الحرب في أوجها، القرى الجزائرية تقصف، المدنيون يعذبون، والصمت يسود العواصم الكبرى ما عدا واشنطن. من قلب مجلس الشيوخ الأمريكي ارتفع صوت مختلف، صوت كينيدي. ندد بنفاق الغرب الذي يتحدث عن الحرية وهو يدعم الاستعمار، وطالب بمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني قائلاً: لا يمكن إسكات صوت الحرية. لكن هذا الموقف لم يأتي من فراغ، فقد كان خلفه زوجان جزائريان في مهمة دبلوماسية بواشنطن: محمد يازيد الممثل الرسمي لجبهة التحرير الوطني، وزوجته نادية المثقفة والمتقنة للإنجليزية والخبيرة بدهاليز المجتمع الأمريكي. نادية ورغم تواضع حضورها لعبت دورا حاسما في الظل، وتشير بعض الشهادات إلى أنها كانت على صلة مباشرة بالدوائر المقربة من جاكلين بوفيه السيدة الأمريكية الأولى المستقبلية. وبهذه الدبلوماسية الصامتة وصلت القضية الجزائرية إلى قلب القرار في أمريكا. في باريس سادت الدهشة، الصحف الفرنسية صرخت بالخيانة، والحكومة برئاسة غيموليه استنكرت، لكن كينيدي لم يتراجع بل وقف بثبات. الجزائر لم تنسى هذا الموقف، ففي حي الأبيار بالعاصمة سميت ساحة على اسمه، ساحة كينيدي. وفي مدن جزائرية أخرى حملت شوارع ومؤسسات اسمه تكريماً له. بعد 5 سنوات في عام 1962 أصبحت الجزائر حرة، وكان كينيدي وقد أصبح رئيساً من أوائل من اعترفوا رسمياً بالجمهورية الجزائرية المستقلة، برهان على أن الحقيقة أحياناً تأتي من حيث لا يتوقعها أحد. جون كينيدي الأمريكي الذي تجرأ على قول: يجب أن تكون الجزائر حرة،